باسه من بقه وقال له يا حبيبي وبتاع احنا جايين ننقذك، اه ولسان جميل يا ولاد وبتاع. ايوه، ايه واحب علاقه ده بالقصه؟ اي حاجه، هو مش لازم تجمع جمل مفيده على فكره في مصر عشان اللي يعني تبقى منطقي، لا ولا اهبد وخلاص. قسم الكوميديا والله. احنا اعتذرنا طبعا للاسره اللبنانيه. موضوع شريف جابر بقى. اه ده طبعا يثبت ان احنا قاعدين في زريبه، احنا قاعدين في زريبه، وبعدين ايه كميه، يعني انت فاهم كميه الفرق. في نقطه بس احب اوضحها عشان ايه اكون صريح مع كل الناس، وما اعملش فيها بطل وبتاع وانا بتاع ايه النضال بقى، وانا وحط حجر على صدري وقعدت واحد والاونطه دي كلها. بص يا انا صديقي، انت بتتكلم وانت قاعد بره، انا بتكلم وانا قاعد جوه في انا الحمام. هو لا انا شوف انا انسان ايه صريح واتكلم ايه انا مستحيل اتكلم ضد الاسلام وانا قاعد في مصر. ليه؟ لان انا عارف ان انا قاعد في زريبه، وانا اساسا انا لا بتاع نضال ولا كفاح ولا دفاع عن مبادئ. يعني انا لو انا اتحطيت في موقف مثلا بقى امن دوله وبتاع، بصراحه كده كالصم مبادئي، انا انسان بلا مبادئ لان انا مش يعني ما تخيلش انا نفسي في وضع بقى امن دوله وتحقيق وناس مغميه عيني، لا 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 لا، انا مش بتاع الكلام ده خالص، انا ممكن اموت فيه. فانا مش بتاع النضال، ما ادعيتش ان انا مناضل بقى يا جيفارا بقى الحاد، ولا لا 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 خالص. انا اهون من باشا العنكبوت في المواضيع دي. انا بصراحه لو حد أصلاً موجود اقول له بص يا صديقي، انا ماليش دعوه بالفيلم ده لا خالص. انا مش هدعي بطوله، انا اه مش عندي. انا ممكن مثلا يعني ايه عشان كده احب الانترنت، حتى ما احبش الحوار المباشر وش بتاع واحد يتعصب بقى عارف اللي اه هو عروق تنفر بقى ويعمل لك مجنون. مش بتاع الكلام ده خالص. فما بالك بقى ايه امن دوله وتحقيقات وقضيه، لا 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 لا. انا ماليش في الكلام ده نهائيا. فانا اساسا انا بصراحه بستغرب جدا اي حد جوه قاعد في هذه الزريبه يتكلم هذا الكلام، واعتقد في ناس انا تقريبا وديتهم في داهيه بدون ان اقصد. لان في ناس ايه فتحت صدرها، انا بره فعلا مش انا من انا ابقى غبي. يعني انا مثلا انا امن الدوله جاي لي مثلا هطلع مثلا معانا هضع معايا سلاح كيماوي وهضربهم بيه، وانا عارف ان هم بهايم ولادين كلب اغبياء جدا، ناس عيال اغبياء اساسا. يعني ناهيك بقى عن ايه قيم انسانيه وبتاع وايه